حياكم الله أصدقائي الرياضيين والمشاهدين أينما كنتم، وبعد إجازة العيد عدنا لكم من جديد، وسيكون هنالك مواضيع مهمة، ولكن اليوم سنتحدث عن مباراة اليمن، وهي المباراة الثانية من تصفيات كأس آسيا للناشئين والتأهل رسميا إلى كأس العالم. طبعا منتخبنا اليمني لعب المباراة السابقة أمام منتخب أفغانستان وفاز بهدفين، ولكن هنالك بعض الأخطاء، وطبعا هنالك بعض الأمور يجب علينا أن نتحدث بها طبعا، وسنأتيكم بتوقع نتيجة المباراة في نهاية الفيديو. كل ما عليكم هو الاشتراك والضغط على اللايك وكتابة تعليق من سيفوز في المباراة. إذا أصدقائي الرياضيين، كما قلنا بأن المباراة السابقة لعبت وكان هنالك بعض الأخطاء في منطقة الهجوم، كان هنالك استعجال وتسديدات وهنالك أنانية ببعض الفرص، ولكن الخطأ الثاني في منطقة الدفاع كان هنالك بعض الهفوات من منتخبنا اليمني. إذا أصدقائي الرياضيين، كما قلنا إذا كان بالإمكان أن يكون منتخبنا اليمني متصدرا المجموعة، يجب عليه الفوز على منتخب إندونيسيا. منتخب إندونيسيا منتخب قوي ومتطور، وطبعا ستلعب المباراة الساعة 6 مساء يوم الاثنين، وإذا لعب منتخبنا اليمني بشكل منتظم قد يحدث المعجزة وينتصر. أما إذا لعب بنفس الأسلوب أمام منتخب أفغانستان قد يخسر المباراة. إذا توقعي لنتيجة المباراة، إذا الآن سنضعكم في التوقع. نتيجة المباراة قد يخسر منتخبنا اليمني بنتيجة 2-1. هذا والله أعلم. طبعا هذا توقعي، ما رأيكم أنتم؟ اكتبوا لنا في التعليقات. دمتم ودام الوطن بألف خير، وإلى اللقاء في مواعيد ومباريات قادمة.